قاعد من كام يوم انا ومراتي وقاعد بتفرج على التلفزيون، عملت لها كوبايه شاي وماسك الموبايل ومش مركز خالص. فجاه لقيتها بتقول فانا اتخضيت طبعا. بصيت في ايه، وانا متنطه قاعده على مش الكنبه، قاعد نطت فوقيا انا. في ايه يا منى، في ايه اللي حصل، في ايه؟ فار فار فار. قلت لها فار ايه، فين الفار؟ انا قالت لي فار في الحته دي. رحت انا ناطط طبعا، بتقول لي انزل شوف. قلت لها شوف مين؟ وقفت على الكنبه معاها، قلت لها انت متاكده؟ وقعدت طبعا يعني اكيد اتخيلتي، اكيد مش مفيش فار في البيت. قالت لا والله فار ودخل من هنا. المهم رحت ايه يعني دورت في الحته اللي هي بتقول عليها، ما لقيتوش. قلت لها يا بنتي ده تهيؤات والله صدقيني. فقالت لا والله جوه افتح مش عارف ايه، فافتح مش عارف، لقيت لك فار طلع ايه يجري. طبعا الفار ده بهدل لنا البيت يعني. اولا كسر الستاير، وقع الستاير، وقع الفازات. مش الفار يعني طبعا، هي كانت واقفه فوق الكنبه وهو كل ما يتحرك تقوم هي نطه في حته. وقعت الستاره مره، ستاره كبيره وقعتها، وفازه وحاجات كده. المهم وهرب جوه البيت، مش عارفين هو يروح فين. طبعا يعني هي مش هتنام وهتصحي العيال وهتسيب البيت وتمشي، هتطفش تقريبا من البيت. فيا بنتي استهدي بالله بس والله يعني ده فار يعني، ده مش ده. امال لو ديناصور هجم علينا كنا عملنا ايه؟ ده بالراحه طيب. طب اقفي قدامي. طب ما فيش، لا اله الا الله. المهم بالعافيه اقنعتها، قلت لها طب بصي هو في الصاله 100%، خشي بس انت جوه. وطبعا هي متخيله يعني، هي عندها ثقه غريبه جدا فيا ان انا بعرف اطلع فئران يعني. انا والله عمري ما يعني، انا ولا عيلتي عمرنا مسكت كلب يعني، فما اعرفش امسك اي حيوان يعني. المهم فاقنعتها بالعافيه، دخلتها تنام. وده انا قاعد بره. يا نهار يعني اعمل معاك ايه يا ابن الناس؟ انا يا ابني والله انا ما حمل البهدله دي. المهم اتفقت معاها، دخلت جوه اتفقت معاها خلاص بكره الصبح احنا نجيب حاجات، نجيب سم فران ونقتل الفار. خلاص ما فيش حل يعني، طالما هو الفار يعني مجرم للدرجه دي خلاص. المهم تاني يوم الصبح، ودي بقى النقطه اللي انا عايز اقول لكم عليها. احنا المكان اسمه كنديان تايرز اللي بيبيع سم فران. لقيت بنت كده لطيفه، انا عايز السم، اي نيد بويزن. فانا كنت عايز، انا فاكر ان السم للفران، فقالت لي بويزن. قلت لها رات بويزن. قالت لي رات بويزن. قلت لها ايه؟ ايوه رات بويزن. قالت لي بويزن ليه؟ قلت لها I want to kill the rat. قالت لي تكيل ذا رات. بعد كده خفت بقى احسن، قلت يمكن ما بيقتلوش الراتس هنا وما بيقتلش البتاع، ما بيقتلهمش. فقلت لها يعني في عندنا رات في البيت وعايزه اتخلص منه. قالت لي ثانيه هجيب لك المانجر ولا تكلم حد، تكلم حاجه في البتاع السلك اللي فيها دي. لقيت واحد جاي لي قال لي حاجه عايز ايه. خفت بقى قلت اكيد ده هنا بالرفق بالحيوان ما بيقتلوش الفئران يعني. فقلت له انا عايزه في فار عندي في البيت وعايزه اتخلص منه، في عندكم ايه؟ قال لي لا مفيش حاجه اسمها سم فرين هنا، ده في جلو تراب. جلو تراب ده اللي هو زي بتاعه كده، زي مشايه كده عليها لزق وبتاع. طيب تمام. قال لي بس دي مش هيومن. قلت له ايه مش هيومن؟ انا مش هصطاد بيها حد من عيالي، انا هصطاد بيها فار. قال لي لا يعني دي ممكن الفار يعني رجله تتقطع وتتشد فيها ويموت. قلت له طب حضرتك ده يعني الهدف ان احنا يعني تدريباتنا او اللي انا بشوف في التدريبات انهم بيجيبوا الفار يموتوه يعني. انتوا بتعملوا ايه في الفار يعني؟ بتربوه بيكبر ولا المهم اداني جلو تراب. فقلت له عايز واحد كبير، راح مديني واحد قد كده يعني، قد الحته دي كده، قد ده. قلت له ده حضرتك اعمل بيه ايه؟ قال لي الفار هيلزق فيه. قلت له حضرتك ده شوز للفار، هيحط رجله عليه ويقدر يتمشى في البيت. قال لي لا هو ده احسن حاجه. قلت له لا معلش انا عايز واحد اكبر، اديني واحد ايه، مديني واحد اكبر. بعدين بصراحه قعدت اشك يعني، طب هو لما اداني الواحد الاكبر ده هل ده كفايه ولا؟ قلت له معلش انا عايز مصيده دلوقتي، وعايز مصيده فيها البتاع اللي بتمسك الفار في رجله. قال لي لا ما فيش حاجه عندنا بتمسك الفار برجله. قلت له ما زمان طول عمر الفار بيدخل في حته قال لي بص انا هديك مصيده بس لازم التعليمات. فلقيت ان انت هنا ما ينفعش تقتل الفار يعني. احنا بشوف ناس والله يعني صعب عليا الفيران والله. الناس بتاخد الفار ولما بيصطادوه بيعملوا عليه حفله، اللي هو بقى ايه، بيصطادوه ويحطوه بقى في ميه ويعذبوه ويكهربوه ويعملوا في حاجات. قال لك هنا لازم الفار يتاخد وتطلعه من مش مصيده، تاخد المصيده كلها تشيلها وتبعد حوالي 4.6 كيلومتر من البيت وتسيبه في الشارع عشان يظل في منطقه انهابيتبل بالحيوانات، عشان مفيش حيوان تانية مفتريه تاكله. هي عماله تكلمني عملت ايه يا ستي استني بس انا بحل مشاكل الفئران اللي في كندا دلوقتي. بقول له حاجه هو دلوقتي الفئران ما بتموتش يعني؟ قال لا الفئران ما بتموتش. قلت قلت له طيب خلاص. فالراجل مديني مصيده ومديني جلو تراب ومش عارف كل حاجه تقريبا. في قواعد هنا هم مدربينهم عليها ان انت الفار ده ما تقدرش تاذيه تقريبا. المهم اخدت الحاجات دي ورحت البيت، بدات مرشق البيت كله بالحاجات بتاعه الفيران دي. وللاسف وقال لك تجيب له بينات باتر يعني اللي هو فول سوداني ده للفار ياكله عشان ده احسن من الجبنه. هو الفيران ما بتحبش الجبنه. قلت له والله العظيم ده كذب، احنا طول عمرنا متدربين على حب الفيران للجبنه بالسم والطماطم بالسم والحاجات دي. قال لي لا مفيش الكلام ده، هو سايبين الحاجات دي في البيت ولغايه دلوقتي الفار يا جماعه والله العظيم يعني احنا بنعاني والفار بيعاني، لا هو عارف يطلع ولا احنا عارفين نشوفه ولا عارفين نعمل اي حاجه.
فلو حد يا اخوانا يعرف يتصرف في الفيران، او يعرف مكان بنبيع بيه يعني حاجه للفيران ياكلوها ويناموا نومه ابديه، يعني يا ريت يبقى ينصحنا. لما نوصل لحاجه ان شاء الله هبقى اقول لكم احنا عملنا ايه عشان تكمل بقى بقيه السلسله بتاعه ازاي نصطاد الفار. شكرا جزيلا. ما تنساش بس لو عجبك الفيديو دلوقتي يبقى اعمل له لايك كده، واعمل له ذكريات بتاعتك، وخلي بالك على نفسك. سلام عليكم.